لان انا اعرف ان البورصه حرام، او امي بتقول لي كده. اوكي. البورصه دي قمار. اوكي. فانا عشان اهتم واسال اسئلتي بقى واخش اوكي. اتابع معاكم محتاج افهم الحته دي. ما هي حرام ليه؟ هو الفكره كلها البورصه دي اداه ادخار واستثمار. طبعا في انشطه محرمه دينيا، فبالتالي الناس بتدور على حاجه بيسميها مثلا شريعه كومبلاينت ستوكس او شريعه كومبلاينت انفستمنت، اللي هو بيبقى مطابق او متوافق مع الشريعه الاسلاميه، اللي بيستثمر في شركات مثلا ما بتقدمش خدمات او سلع مخالفه للشريعه الاسلاميه. ده ممكن نتكلم على كده. انما فكره البورصه، فكره الاستثمار، هو انت النهارده لو جيت قلت لي انا بعمل مثلا ريستورانت مطعم لطيف وعايزك تشاركني حط معايا 10%، هي دي بالظبط البورصه بس على سكيل اوسع. ال 10% بتبقى 1% ونص في المية وبوينت، وعلى كل واحد على حسب حجم الاستثمار بتاعه. هي الفكره كلها ان الشركه ليها اسهم، يعني ملكيه الشركه دي بتتوزع على اسهم مختلفه. الاسهم دي بنتداولها في حاجه اسمها البورصه. فبالتالي انا املك 1% من شركه اكس سين. انا النهارده محتاج ليكويديتي، محتاج سيوله، فهبيعها لكريم، كريم هيبيعها لك وهنفضل نتداولها. ده بقى اسمه السكندري او باسمه تداول البورصه. بس هو انت بتتداول ايه؟ بتتداول ملكيه في شركه معينه. خلينا نفرق بين الاستثمار والمضاربه، لان ده يعني فكره الكونسبت ان هو حرام جاي من فكره المضاربه، اللي هو انا النهارده بخش زي القمار. انا بخش النهارده بحط دي 50% يطلع 50% ينزل. ليه هيطلع ليه هينزل؟ وانا مش عارف كمان. يعني هو المطعم، معلش لما انت قلت الاكزامبل بتاع المطعم، انا عارف صاحب المطعم بقى وعارف ان لو حصل حاجه ممكن اروح اتكلم معاه. لكن انا البورصه دي ده بالظبط. لا، ما هو ده بقى صاحب شركه. لا انا عامه ما دي الحته بتهيالي، وانا ممكن هقولها انا شويه عشان هتيجي مني الناس بتهيالي ناس كتير هتبقى مجمعه شويه. النهارده الحاجه بتهيالي مفهوم الخاطئ شويه، ان الناس لما بتيجي تحط فلوسها في البورصه ساعات متخيل ان هو بيحط فلوسه في حاجه هتعلى ولا هتزيد زي القمار بالظبط، اللي هو انا بترمي فلوس وانا وحظي. بس لا، هو المفروض ان انت تقعد تعمل بقى كل الريسيرش بتاعك، تعرف مين اللي شغالها، مين السي او بتاعها، مين والله البورد ما عليكش حق تتكلم معاه. لا، ليك حق تتكلم معاه على فكره، وهشرح لك ده. يعني لو انا حتى معايا 1% او نص انت في الاخر انت مالك في الشركه، فليك صوت، نسبه، يعني صوتك في الشركه نسبه لعدد كنسبه وتناسب لعدد ملكيتك او نسبه ملكيتك في الشركه. تمام. انا معايا 1% من الشركه، حضرتك عندك 50% من الشركه. انا حدي صوتي، لو انت صوتك مختلف، انت ملكيتك اعلى، فالقرار بيمشي. بس ده ملوش دعوه ان انا ليا صوت او لا. انا ليا صوت في الشركه. انت لو معاك 5 اسهم في شركه، انت مالك للشركه دي. بتوصل صوتك ازاي؟ بتوصل صوتك، انت بتروح الجمعيه العموميه تحضر، بتصوت عليها او توكل حد ان هو يصوت في القرارات الاساسيه. لو انت النهارده، هو القصه كلها بتاعه الشركه دي عباره عن ايه؟ زي ما انت قلت بالظبط كده، انت عارف صاحب المطعم فانت بتشاركه. نفس فكره بالظبط لما تيجي تبص على سهم معين، انت لازم تعرف المانجمنت. انت مش محتاج تعمل ريسيرش، الكلام ده ليه ناسه، والفاينانس علم معقد شويه. فبالتالي انت مش محتاج تعمل كل ده. انت محتاج ان انت النهارده يعني ABC تبدا كده تشوف انا هشارك مين. انت النهارده بتخش تستثمر علشان نمو وعلشان توزيعات ارباح. نمو في انا النهارده اشتريت سهم ب 100 جنيه بقى ب 120، فكسبت 20 جنيه 20%، فده نمو راس مالي حصل لي. وبرده في توزيعات، الشركه دي بتكسب بتوزع ارباح، فبالتالي وزعت من ال 100 جنيه اللي انا حاططها دي اخدت 5 جنيه، ادي 5% كمان. دول الحاجتين اللي انت بتكسب بيهم في البورصه. صح. مين اللي بيحقق ده؟ ليه السهم ابو 100 جنيه ده هيوصل 120؟ ليه مش هيوصل ل 80؟ ليه مش هينزل؟ اللي بيحقق ده عوامل كتيره، بس اول عامل المفروض تبص عليه هو الشركه، المانجمنت. فبالتالي انت النهارده عشان تيجي تبص على الماكرو، انت محتاج ايكونومست يبقى فاهم الفاكتورز، يبقى فاهم، يعرف يقرا النهارده مثلا الاقتصاد المصري رايح على فين. طب الاقتصاد العالمي هيحصل ايه؟ اروي يعني احنا داخلين على ريسيشن. طب اسعار الفايده بتنزل. طب النيوز بتاعت ريبورت بتاع الوظائف في امريكا مثلا اول امبارح ده عمل تاثير في البورصات العالميه. طب ده تاثيره ايه على مصر؟ هتقعد بقى تعمل كده؟ لا، انت طبعا بيبقى عندك شغلك، بيبقى عندك حياتك، بيبقى في ناس متخصصين تعمل ده. جزء كبير، عشان اجاوب على سؤالك يا كريم، جزء كبير جدا من الناس اللي بتخسر في البورصه بتخسر بسبب يا اما قرار استثماري، او هو بيبقى قاصد استثمار وهو بيخش يضارب. لان انا النهارده هخش في دي عشان ابيع بعد اسبوع وقالوا لي فكره قالوا لي دي بقى دي كارثه، دي كارثه كبيره في البورصه. او على جروبس، او على خش بيع ده واشتري ده واعمل ده. هي الفكره ما بتبقاش كده. هي الفكره كلها لو انا بضارب يبقى انا النهارده بتعرض لمخاطره لازم ابقى عارفها.